مبروك، فريق الزمالك سرق اللقب بالتواطؤ مع الحكم ومع مخرج المقابله، وحد موفق لفريق نهضة بركان اللي بالمناسبه ضيع اللقب حيث عنده مدرب فاشل، مدرب اضاع لقب البطوله الوطنيه، اضاع لقب كاس العرش، واليوم يضيع لقب كاس الاتحاد الافريقي، بالرغم من انه الفريق هزم واقصى اتحاد الجزائر العاصمه بستة الاهداف ذهابا وايابا بلا ما يلعب المقابله. قلت فريق الزمالك كيف ما شفنا سرق اللقب من نهضة بركان. نهضة بركان ما لعبش مقابله كبيره كنا متفقين عليها، ولكن فريق الزمالك المصري استفاد من غياب كنظن الفار، واللي ما كانش كنظن في هذه المقابله هذه، خلافا لما تم الترويج له، لانه ما شفناش المحاولات ديال بركان فيها اعاده من المخرج وفيها الرجوع الى الفار. مبروك الفريق الزمالك، لانه ماشي اول مره يسرق الفرق المغربيه، بالرغم من كونه فريق كبير في القاره الافريقيه. سرق المقابله امام فريق حسنيه اكادير، وهذه المره يسرق المقابله، والاشقاء في مصر غيكونوا متفقين معايا، ما شفناش الاعاده ديال الفار، ما شفناش مخرج المقابله يعيد اللقطات الخاصه بفريق نهضه بركان. وفي الجهه المقابله فريق نهضه بركان ما لعبش بالمستوى ديالو المعتاد، وكنظن انه حان الاوان لتغيير المدرب اللي ما عطى حتى شي حاجه لفريق نهضه بركان، اضاع كل شيء، البطوله، كاس العرش وكاس الاتحاد الافريقي. تحياتي وهارد لاك للفريق نهضه بركان، وكل التضامن مع الجماهير ديال نهضه بركان اللي بكل صراحه مثل لنا احسن تمثيل، خصوصا بالخريطه المغربيه. فين الناس بتاعت فوزي الاقجع متلاعب نهضة بركان خسر اللقب قدام نادي الزمالك، وحصلت حاجات دايما بتحصل حتى قدام الاهلي لصالح نادي الزمالك، اللي هو الزملكاويه بيقولوا ان النادي الاهلي نادي الدوله، رغم انه ده بيحصل دايما مع النادي الاهلي برضه ضد النادي الاهلي برضه، انه نادي الزمالك المخرجين اللي بيذيعوا له الماتشات ما بيعيدوش اللقطات، اللعيبه بتاعته تقعد تترمي في الارض. طبعا ده بيحصل عامه سواء من الاهلي او الزمالك، ولكن قصه التلاعب في الفيديو، ان انا ما عيدش لقطه اللي شاك فيها شك ان في ضربه جزاء ما تعادلش ليه، في 2 لنهضه بركان ما بيتعادوش ليه؟ عشان المخرج زملكاوي، هو كده يا جماعه، معلش. فمعلش دي اسمعوها مني والله العظيم، يعني مش اساءه ولا حاجه، بس صدقوني يا جماعه، نادي الزمالك عنده مشكله انه الالقاب غايبه عنه كتير قوي، ودايما بيدعي المظلوميه، دايما بيدعي ان الدنيا كلها ضده، فعشان كده لما بيجي ياخد بطوله بيبقى فيه شويه حرمان كده بيطلعوا، ما عيدش اللقطات وما عيدش حاجه خالص، هم كده يعني. يعني حظ اوفر لنهضه بركان ومبروك لنادي الزمالك، ولكن عدم اعاده اللقطات اللي صالح نهضه بركان ده امر غريب جدا ومش مقبول. بس فين تلاعب الاقجع اللي بيقولوا عليه كوكب لالا، اللي بيقعدوا يقولوا الاقجع بيجيب كل حاجه بالقوه فين ده؟ اللقطات دي المفروض تتعاد لصالح نهضه بركان، ولكن في النهايه حظ اوفر نهضه بركان، ولعبنا بخريطه المملكه المغربيه، وتحيه كبيره جدا للجمهور المغربي، وان شاء الله خيرها في غيرها. بس عشان اللي بيقول تلاعب الاقجع يقفل بقه خالص وما يتكلمش تاني في حاجه زي دي. السلام عليكم. أنا لدي تساؤل واحد بسيط: هل يوقع المخرجون المصريون في كشوفات الأندية المصرية قبل بث أي مباراة قارية أو نهائية؟ لا يمكن ألا تفصل أنت انتمائك عن عملك. ماذا تعلمون للشباب والأطفال؟ تعلمونهم الغش والتدليس وتزوير الحقائق؟ هم الذين يعتبرون لاعبي كرة القدم قدوة؟ ماذا تفعل أيها المخرج؟ لماذا لم نرى لقطتين لفريق نهضة بركان كان فيهما نقاش، وبعد ذلك يترك الناس يناقشون الأمر؟ وقع المشكل مع فريق حسنية أكادير، لم يحتسب له هدف صحيح ضد فريق الزمالك ولم نرى الإعادة. تم تدليس الوقائع، وشاهد حكم المباراة إعادة من زاوية مغلوطة أعلن بها ضربة جزاء لفريق الأهلي المصري ضد الرجاء البيضاوي، والآن لا نرى الإعادات. ما هذا التخلف؟ كيف تعبرون عن الانتماء بهذه الطريقة الحقيرة؟ لما تنقل مباراة في كرة القدم فعملك أمانة، يجب أن يصل للمشاهد كل شيء، كل اللقطات. متى سنستيقظ ونعلم بأن أقصر الطرق نحو النجاح هي الطريق الشريفة؟ هنيئا لفريق الزمالك المصري. نحن لا نحترف العويل والبكاء كما تفعلون، ولكن عيب وعار أن لا يكون المخرج محايدا، عيب وعار أن يكون النقل التلفزي حتى هو منحازا للفريق. يجب أن يتدخل الكاف بشكل حاسم، أولا في مسألة الأهداف التي تسجل خارج الديار، لأنها تقريبا القارة الوحيدة التي تعتمد هذا النظام الآن الذي أصبح متجاوزا، وثانيا لكي يسمح للمشاهد بأن يشاهد مباراة في كرة القدم لا نشم من خلالها رائحة التخلف والغش والتدليس.
والتواطؤ. هنيئا كذلك فريق نهضة بركان على مستواه الكبير، هارد لك، وسيأتي الأفضل في الأيام القادمة. لكن الأمر محزن ومؤسف للغاية. 1-0 عادية، يعني ماشي شي انهزام نقولوا حنايا كدا كدا. برافو عليكم بالله. دابا نجيو ابن عمي، شكون فرحوا المصريين عادي جدا، الزملكاويه عادي جدا، الاهلي ما يفرحوش، لان راكم عارفين ديك القضيه ديال كيستناو حتى هما يجيبوا باش يفرحوا كاملين. شكون يتسمى العام نتاع مصر، الزمالك من هنا والاهلي من لهيه. المهم ما سوقناش حنايا، اللي بغا يديه الترجي ولا الاهلي سوقهم هذاك، حنا بعادين لان حنا ما لاعبينش. ماشي بحال هوكيستان ما لاعبينش، ماشي ما لاعبينش، تقصاو، تبهدلوا، اهينوا، تحقروا. 3-0 عندهم تما و3-0 هنا، وكل شيء كيتفرج في الماتش المنقول عبر بي ان سبور. النظام الجزائري غير ما لقاش كيفاش يدير يقطع الماتش، كيفاش يدير يمنع الجزائريين من متابعه المقابله. علاش؟ لان دابا هما كيتفرجوا زعما يتقالا غنشوفوا واش بركان تدي ولا ما تديش، ياك؟ وفيهم اللي فرح لان ما داتش، معليش كتوقع لان هزمناكم، واللي ضربنا قافو ما يهمنا صدافو، والفاء عين. واعتذر لان ضروري شويه نتاع الكراشات انا قلتها لكم. ايوا مزيان، فين نمشيو ابن عماي الى النظام الجزائري. الجزائريين كاملين تبعوا الخريطه كامله مكتمله موشحه للصدور نتاع اللاعبين تاع بركان. يعني داكشي اللي داروا كامل تضرب في الزيرو. بغا يمنعهم من الرؤيه ديال الخريطه كامله. ساعه كلشي ساق الخبر دابا في الجزائر، وكلشي ولا كيشوف الخريطه في عقري دار الزمالك في مصر، وعلى بي ام سبور جدك اعلى نسبه المشاهدات. ايش غدير النظام العابط؟ ما علينا. دابا السؤال المطروح هو هوكيستان الاعلام نتاعهم، الصفحات نتاعهم فرحانين لان نهضة بركان خسرات والزمالك ربحات. غريب جدا، غريب جدا انك تفرح في واحد المقابله لا تعنيك، الا اذا كنت يعني مصابا بما يسمى بالمرض اللي داك الضعف، هذاك الضعف اللي على بالكم، ويعني كتجيب شي واحد يخدم في بلاصتك لان انت ما قادرش، يعني يدير شي حاجه في بلاصتك، وكتفرح. العاجز جي ها القرطاس الثانيه ابن عمي. شوف راه العلم النفس هو هذا، بالله ما فيهاش زعما. فرويد كيتكلم ابن عمي، فرويد لو كان دابا يحطوا له هاد هوكيستان هكا، اسهل نظام واسهل اعلام واسهل مبردعين اللي تقدر تقراهم على مستوى التحليل النفسي. كائنات عاجزه تستمتع ب يعني انجازات الاخرين، كتفوح بالانجازات ديال الاخرين. هذوك الزمالك ربحوا، هما اللي داو الكاس وغيتسجل لهم. انت اش غيتسجل لك؟ انك قصفت، انك اهنت، انك حقرت، انك احتقرت باعتراف اعلامكم ابن عمي، في بلاطوهاتكم ابن عمي. صافي يلا نوض تشلل، يلا نوض دوش. ومرة أخرى بركان هارد لاك، درتوا اللي عليكم بيبال براكنه ديالنا. الزمالك مبروك عليكم، هي هذه الكرة، واللي كيخسر في الكرة. حنا ما بكايا ما شكايا، ايا باي باي، ماشي بحال شي وحدين. البكائيات قال لك قوة ضاربة، ايا بسلامة، باي 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 باي.